السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه اليوم ان شاء الله. وكما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير كعب الغزال. غادي نشارك معكم جميع التفاصيل. واخا تكوني اول مره غادي تصاوبي كعب الغزال فكوني على يقين انه غادي يصدق معك من التجربه الاولى. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا معايا المكونات وكذلك طريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. فاش كنقولوا كعب الغزال كنقولوا اللوز بلدي. كما كتشوفوا معايا كعب الغزال كيجي رائع باللوز بلدي. ننصحكم زعما نصيحه، الا بغيتو يجيكم بنين وكيجي مذاقو رائع فاستعملوا اللوز البلدي. كبيت عليه الماء طيب، خليته تغلى واحد شويه وغادي نفسخو كما كتشوفوا معايا. غادي نخليه تقريبا، غادي نشروه هكا فوق واحد المنديل، نخليه واحد الساعه ولا ساعتين حتى كينشف. وغادي نديه نطحنو عند الناس هكا اللي كيكونوا كيطحنوا هذا اللوز هكا والكاوكاو. المهم طحنت معاه 400 غرام، عندي كيلو، طحنت معاه 400 غرام ديال السكر سنيده. جبته للدار كما كتشوفوا معايا، درته في واحد الاناء، ضفت عليه 100 غرام ديال الزبده سبيسيال، اي زبده نوعيه جيده. زدت كذلك معلقه كبيره ديال الجليكوز كتعطينا التهليكه للعقده ديالنا. هاد المقادير اللي كنعطيكم راها مضبوطه يعني 100%. صافي قلنا كيلو ديال اللوز مع 400 غرام ديال السكر مع 100 غرام ديال الزبده مع معلقه ديال الجليكوز مع قطرات ديال الروح الزهر. هذه اللي كتباع بالعبار، ماشي هذيك اللي كتكون في قرعه ديال الزعجل، لا هذه كتمشي عند البائع مستلزمات الحلويات وكتقول يعطيني 5 دراهم او 10 دراهم ديال الروح الزهر، راه كيعطيها لك صراحه كتعطي النكهه احسن من الاخرى. المهم شفتوا معايا درت 3 القطرات ديال روح الزهر، عندي 8 المعالق ديال الماء زهر، غير هذيك الروح ديال الزهر نيت كنزيد عليها الماء وكنتحصل على ماء زهر اللي كيكون نوعيه جيده احسن من هذاك اللي كيتباع. المهم كما كتشوفوا معايا كندلك العقده ديالي مزيان بهذا الشكل هذا حتى كترطاب وكتعطيني الطوع كتولي رطبه. في حاله اذا طلقت لكم الزيت فما تخافوش، غير سخنوا الماء زهر وكتبقاو تضيفوا وكنتوما كتدلكوا حتى كتشرب الزيت ديالها من بعد. صافي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا كنبقى كندلك فيها حتى كنتحصل عليها بهذا الشكل هذا، كتكون رطبه كما قلت لكم، وكنقدر نتحكم فيها نشكل بها الشكل اللي بغيت. هانتوما كما كتشوفوا معايا القوام ديالها كتكون رطبه. نتوما شوفوا معايا. صافي هنايا غادي نخليها جانبا، نغطيها بواحد البلاستيكه ضروري باش هكا ما كتنشفش ليا، ونخليها جانبا. ندوزو للعجين. عندي نص كيلو ديال دقيق الفورس نوعيه جيده، غادي نزيد عليه 4 كاس ديال العسل، ممكن تعوضوه بسكر ثقيل اي سكر كلاصي، 4 كاس كذلك ديال الزبده، دائما الزبده نوعيه جيده، وصفار بيضه مع رشيشه ديال الملح راه ما تصوراتش. وغادي نزيد 4 كاس ديال الزيت. انا هنا راه كنت نسيتو ولكن ضفتو زعما من بعد ما تفكرتو. هانتوما زدت نص 4 كاس ديال الزيت كما قلت لكم، مقادير جد مضبوطه. صافي بس هذاك الدقيق مع الزيت والزبده والبيض. هاد العجين راه كتجي ناجحه، كتجي رطبه وكتجي مقرمشه في نفس الوقت، كتجي بنينه بزاف. صافي كما كتشوفوا معايا كنبدا نجمع العجين ديالي بالماء زهر. نخليو العجينه تكون قاصحه ضروري، ما نخليوهاش رطبه باش هكا ما تعذبناش من بعد في الخدمه. صافي كما كتشوفوا معايا راني غير كنجمعها وكنتحصل عليها بهذا الشكل هذا، يعني خصها تكون كما قلت لكم قاصحه ما تكونش رطبه باش هكا ما تعذبناش في الخدمه. بحال هكا خاصها تكون قاصحه. غادي نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح واحد الساعه، عاد نرجع نخدم بها. بما ارتاحت لي العجينه غادي ندوز للعقده وغادي نشكلها هكا كريات كما كتشوفوا معنا. انا راني عبرتهم غير ما تصورش لي المقطع. المهم درت فيهم 16 غرام، ممكن ديروا 18 على حسب قداش بغيتو الكعبه ديالكم. صافي كنديرهم دائما في البلاستيك كما قلت لكم باش ما كتنشفش لينا العقده ديالنا.
كندوز هنايا العجين كنبدا نسرح فيها. ممكن تخدموا غير بالمدلك الا ما عندكمش الوراقه. انا راه عندي الوراقه ولكن ما كتسرحش ليا مزيان، فدائما كنكمل بالمدلك كما كتشوفوا معايا. صافي انايا كنسرح العجين ديالي، كنوضع العقده، كنشكلها على شكل مستطيل هكا صغيور، كنرد على العجين كما كتشوفوا معايا، وكنحاول هكا كنضغط بيديا ونخرج هذاك الهواء. ضروري هاد العمليه هادي باش هكا ما كتجيكمش الكعبه ديالكم منفوخه. ضروري اننا نخرجوا من الهواء مزيان مزيان. ولا بانت لينا هكا شي بليصه هكا فيها شي تبويقه، كنتقبوا هكا بواحد الفنيته. عفوا. صافي كما كتشوفوا معايا كنبدا كنوقف في الكعبه ديالي. طريقه راه ساهله وواضحه كما كتشوفوا في الفيديو. كنبدا هكا نوقف في الكعبه وكنقطع بالجراره، نخلي هكا واحد المساحه باش ما تخرجش ليا العقده من العجين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ممكن تخليوها هكا، ممكن تنقشوها، كتاخذوا غير هذاك المنقاش وكدوزوه في الدقيق وكتبداو هكا تنقشوا بالشكل اللي بغيتو، يا اما مائل او لا هكا واقف كما درت انايا. المهم كيبقى لكم الاختيار. ممكن تخليوها كما قلت لكم غير هكاك. صافي كنحطها هكا في جانبا حتى كتنشف. غادي نخدم معكم واحده اخرى. كنقطع هذيك العجين وكنديرها في بلاستيكه باش نعاود نطلقها مره اخرى ونسرح هكا بالمدلك. كما كتشوفوا معايا ضروري اننا نخرجوا الهواء، ما نخليوش هذاك الهواء ما بين العقده والعجين باش كما قلت لكم ما كتجيناش الكعبه ديالنا منفوخه من بعد. صافي كنوقفها. الطريقه اللي هي ساهله، نحاول هكا نخليها رقيقه من الوسط والقاعده تكون غليظه شي شويه. كنرجعها هكا شويه اللور وكنقطع بالجراره. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. راه ما كتاخذش الوقت دغيا دغيا، خصوصا الا كنتو ما غاديش تنقشوها راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. كنبقى هكا مستمره حتى كنكمل وكنوضعها هكا في واحد اللاطه اللي كنفرشها بورق الطبخ ضروري، كنخليها حتى كتنشف. من الاحسن اننا نبيتوها. ها هي من بعد ما نشفات كما كتشوفوا معايا كناخذوا هكا واحد الفنيته وكنتقبوها. واخا راها منقوشه ضروري اننا نتقبوها كما شفتوا. صافي هنايا غادي ناخذ الزبده. دائما كما قلت لكم كنهضروا على زبده سبيسيال، كنوضعها هكا في واحد الكاسرونه وكنخليها حتى كتذوب وكتولي لينا على شكل نوازيط، وكندهن بها الكعبه ديالي. كندخلها الفران اللي كنكون سخنته من قبل وكنوضعها هكا الفوق، كنقص عليها العافيه وكنخلي باب ديال الفران كنخليه محلول، ما كنسدش عليها نهائيا، كنخلي الباب محلول. من بعد هنا ملي كتبان ليا بدات كتشد اللون كما كتشوفوا، ما تخليوهاش حتى تحمر بزاف. غادي تجيكم قاصحه. من بعد غير كتبدا هكا تذهب. انا وريتها لكم في وسط الفران. غير كتبدا هكا تشد ليا هاد اللوين هذا، كتولي هكا طالعه صفوره، فكنهبطها لتحت وكندوز كنوجد الخليط اللي غادي ندهن به.
اين فوا كنهبط اللاطه ديالي لتحت، كندوز كنوجد هذا الخليط هذا اللي فيه بيضه، معلقه ديال الزيت، معلقه ديال السكر كلاصي، قطرات ديال الماء الزهر. صافي كنخرج الكعبه ديالي من الفران بعد ما كتحصل على هذا اللوين هذا. نتوما كما كتشوفوا ممكن تخليوها غير هكا بلا ما دهنوها، كيبقى لكم الاختيار. غير الا بغيتو تحصلوا عليها مذهبه اكثر كدهنوها بهذاك الخليط. انا راه ما تصورش ليا المقطع، سمحوا لي. وكترجعوها للفران حتى يشد عليها غير واحد شويه، غير حتى كتشمع، وكتخرجوها. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكعبه ديالنا اللي وجدت معكم اليوم. كتجي رائعه كما قلت لكم، صادقه من اول تجربه. غير زعموا. ولا عجبكم فيديو ما تنسوش ليا اللايك واشتركوا معايا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه. فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.